في واحد عنده 3 اولاد. الراجل ده مات وثروته كانت 5 مجوهرات، 5 خواتم، 5 سلاسل، على حسب هو ساب ايه. لما مات كتب وصية. الوصية بتقول ايه بقى؟ مجوهراتي تتقسم على كل واحد ومحدش ياخد اكتر من التاني. يبقى ال5 يتقسموا زي على 3. انا قلت لها ان انا ادبي من قيمه شويه، الرياضه ايوه ضايعه. انا عارفه، ما هو ادبي بيفكر وانا ادبي وكنت بفكر. ال5 على 3. اب مات وساب ثروه ليه 5 مجوهرات تمام. وكتب وصيه. هو عن 3 اولاد، قال محدش الثروه يعني تتقسم، بس محدش ياخد اكتر من التاني. قولي بقى ال5 مجوهرات ازاي تتقسم على 3 اولاد؟ على 3 اولاد